برج الحوت، رسالة ليك يا برج الحوت. رسالة طالعة باسمك انت. رسالة عايزة تقولك حاجة مهمة. استقبل الطاقة وحط النية على شخص في بالك، واكتب في الكومنتات استقبل الطاقة. الرسالة عايزة تقولك حب غير مشروط. الحب اللي ما بينك وما بين الشخص اللي انت حطيت النية عليه حب أبدي، ولا أحد يستطيع أن يأخذه منك. هذا الحب حب من شخص لتوأم روح، بس فيه معاكسات، معرقلات، في أمور ممكن تكون دخلت ما بينكم، خلت إن في علامات وإشارات بتقول صححوا علاقتكم مع بعض. انتوا توأم روح، أو انتوا اتنين بتحبوا بعض وفي بينكم علاقة طيبة أو علاقة جميلة، يعني مستقبلها كمان حلو. في حاجات دخلت ما بينكم وأمور دخلت ما بينكم خلت العلاقة تبدو غير صحيحة وغير سليمة، وإشارات كتير جات لكم، إشارات كتير من تدخل ناس، من عدم ارتياح في العلاقة، عدم تقبل أمور كتير في العلاقة، لكن انتوا ما انتبهتوش ليها خالص. فحصل ما بينكم حاجة خلت، أو بيحصل ما بينكم دلوقتي حاجة مخلية العلاقة مش في مكانها الصح. طيب العلاقة دي تحمل ايه؟ تحمل حب، تحمل حب ما بين اتنين، ولكن انت يا حوت بتخرج وتمشي وتسيبها. انت عاوز حب وعاوز الشخص، بس في شيء بيخليك تمشي وتسيب العلاقة دي. فتور، حالة من الفتور، حالة من عدم انك مش لاقي نفسك. مشاعرك مش زي ما هي، مشاعرك حصل فيها حاجة، اتكسرت شوية، او محتاج تحب وتفرح وتستمتع مع حبيبك، ولكن في حاجة مخلياك بتمشي وتسيب الحب ده، أو مش شرط تمشي وتسيبه، بس مشاعرك بتبعد عن هذا الشخص. لماذا؟ ليه؟ طيب خلينا نكمل ونقول في حاجة وأزمة حاصلة ما بين الحوت وحبيبه قديمة، خلت العاطفة تكون في حالة شح شوية، أو تغيير، أو استنزاف للعاطفة، فعملت جاب أو مساحة كبيرة ما بين الحوت وحبيبه. بترجع وهترجع، لأن هذا الارتباط أبدي، ولا أحد يستطيع أن يأخذه منك هذا الشريك. يعني هو مش هيروح في مكان تاني معاك، بس ايه الموضوع وليه انتوا الاتنين بعدتوا عن بعض، وايه اللي وصلكوا لكده، والدنيا رايحه بيكوا على فين؟ بشوف انها رايحه على افضل، بشوف انها رايحه على قيمه، قيمه كبيره جدا ما بينكم انتوا الاتنين، والقيمه دي هيكون داخل فيها عمل، مهنه، حاجه ما بينكم بتجمعكم، مشروع، فلوس، حاجه ما بينكم انتوا الاتنين، زي بتتعلموا حاجه مع بعض، بتسافروا في مكان مع بعض، بتعيشوا في مكان مع بعض، في حاجه بتحصل بتجمعكم انتوا الاتنين، وبتستعيد هذه القيمه والمشاعر اللي ممكن تكون اتأذت في وقت من الزمن ما بينك وما بين شريكك الحوت. طيب هل في أطراف ثالثة، أو تدخل من ناس أخرى، أو إيه نوع الانفصال اللي حصل ما بينك وما بينه، أو التباعد اللي ما بينك وما بين شريكك يا حوت؟ في فترة من الفترات كنت محتاج توازن العلاقة دي، وتوزن أمور كتير ما بينك وما بينه، وحاجات من قلبك، مشاعر كانت جواك كانت محتاجة تتوزن مع شريكك، وأمور ما كانتش في مكانها ولا في محلها، لكن قدرت تسيطر عليها يا حوت. يعني من الأسباب اللي رجعت، اللي خلت فيه انفصال ما بينكم انتوا الاتنين، ما كانش فيه توازن ما بين الحب وما بين القيمة أو الشخصية، أو ما بين قيمتك أنت في الحياة وما بين حبك. كان فيه
حالة تشتت، وحالة تباعد، وحالة ان انت يا حوت كنت حاسس ان انت غريب عن الشخص ده. في كمان عارفين لما الدنيا بتحب تظبط علاقة بتعمل فيها ايه؟ بتظهر العيوب اللي فيها. فأظهرت العيوب اللي فيها علشان تتعدل، علشان ترجع تاني لحبيبك، أو ترجع بشغف تاني، أو ترجع بحب تاني مختلف عن الأول. لأن الحب الأول ده ما بقاش ينفع مع الحوت دلوقتي. الحوت محتاج حاجة تانية خالص دلوقتي. طيب كمان إنك أنت يا حوت كنت محتاج سبب الانفصال، إن أنت كنت عايز تلاقي نفسك، أو سبب التباعد اللي حصل تغيير في المشاعر، إن أنت كنت عايز تلاقي نفسك معاه، كنت عايز تلاقي نصك التاني اللي أنت بتدور عليه مع الشخص ده. فبقول وبشوف إن في تحسن رهيب ما بينك وما بين حبيبك الفترة دي يا حوت. تحسن وعلاقة بتبقى فعلا توأم روح، بالفعل توأم روح، وهذا الشخص فعلا توأم روحك يا حوت. لو في تباعد دلوقتي ما بين ناس معينة بتسمعني، فانتوا هتكونوا لبعض مهما يحصل، وعمره ما هينساك، ولا عمره هيسيبك، ولا عمره هيبعد عنك، لانك انت جزء كبير من نفسه ومن حياته ومن تواصله مع الناس. انت حد مهم جدا بالنسبة له. طيب عاوزة اخد رسالة من قلب حبيبك يا حوت ليك، تشمل القراءة دي وتوضح أكتر مشاعر حبيبك ليك، مشاعر الشخص اللي انت حاطط النية عليه مهما كان بعيد قريب. يا ترى ايه؟ يا ترى ايه اللي في قلبه ومش قادر يقوله، او اللي في قلبه واللي احنا نفسنا نعرفه؟ الشخص ده بيفكر فيك، وبقول لك انا مش ببطل تفكير فيك، انت شخص شاغل بالي وقتي معظم الوقت، وانا بحبك، وانا عمري ما نسيتك، ولكن لا استطيع ايقاف التفكير فيك. بس الشخص ده زعلان منك، زعلان يا حوت، شايل في قلبه جدا منك. عايز ان المرحلة اللي ما بينكوا دي تخلص علشان يرجع تاني يعبر لك عن نفسه، بس جواه حزن، جواه حزن. في يوم وفي موقف حصل ما بينك وما بينه شايل منك حزن كبير يا حوت. طيب خلينا نقوله ونشوف، هل في آه آه تواصل ما بين الحوت وما بين حبيبه اللي احنا حاطين عليه النية؟ هل في تواصل قريب لو حبيبك بعيد عنك؟ بنتكلم لو كان بعيد، هل في تواصل، او ايه شكل التواصل اللي ما بينك وما بينه الفترة الجاية؟ بشوف ان في حالة تعلق، في طبعا بداية الاول، اولا بداية جميلة، بداية وحظ حلو، وكمان في ظهور لأمور هتوضح العلاقة وهتغير في العلاقة تماما. في حالة تغيير جذري في العلاقة دي، تغيير كبير جدا، بتظهر بكل التفاصيل الحلوة اللي ممكن تحصل ما بينك وما بين شريكك يا حبيبي. في تعلق كبير جدا، وتعلق يعني ايه؟ في تصليح لعلاقة، في تعلق جسدي، حب، تعلق، تعلق كبير، تعلق بيك انت كشخص، كجسد، كحب، كحياة. في امور كتير جدا هتتغير معاك يا حوت الفترة الجاية. دي كانت قراءتك، واستبشر خير، والشخص ده توأم روحك، واللي جاي منه كله حلو، وهيتعلق بيك اكتر، وهيحبك اكتر، ويقرب منك اكتر، وكمان هيظهر منه امور انت ما كنتش تشوفها قبل كده ولا تتخيلها. هيعمل لك مفاجآت الفترة الجاية يا حوت، واستبشر. دي كانت قراءة ليك، وبشكرك، وسلام.